تعالي النهاردة أقولك على سر الصوص الخطير بتاع صينية البطاطس، وازاي تطلع بالقوام الجميل دوت. ولا هي تقيلة ولا هي خفيفة. أيوة، صينية البطاطس الصينية المصرية اللي مفيش حد اختلف عليها خالص، بيحبها كبير وصغير. اهلا بيكم في اكله وترويقه. لو اول مره بتشوفيني حط لايك للفيديو ونوريني بالاشتراك في القناه عشان توصلك كل يوم وصفاتنا اللي بننزلها. بننزل افكار لوصفات اقتصاديه وسهله وسريعه. تعالي كده نشوف وصفتنا على السريع. انا جبت بصلايه مبشوره وحطيت عليها ملح وفلفل اسود وكمون وقلبتها كويس. هاخد نص البصلايه دي بالظبط وهتبل الفراخ بتاعتي تتبيله حلوه. عايزه اقولك ان الخطوه دي مهمه جدا وجميله جدا وحلوه قوي. بتفرق جامد في طعم البطاطس وطعم الفراخ. هتبل الفراخ بتاعتي بالطريقه ديت وهسيبها اقل حاجه ساعتين. ويا ريت لو تعمليها من بالليل وتبيتيها في التلاجة، هتبقى جميله جدا وطعم التوابل هيبقى حلو فيها. انا دلوقتي تبلتها وهسيبها بقى شويه في التلاجة. دلوقتي بقى انا هجيب الصينيه بتاعتي وهحط فيها البصل بتاعي. هقطع البصل حلقات او جوانح زي ما انت عايزه، هي مش هتفرق. دلوقتي بقى انا هجيب الملح والفلفل والكمون بس كده. هحطه على البصل وهدعكه دعك حلو قوي. هدعك البصل مع التوابل كده بايديا بالطريقه دي. خلاص كده. انا دلوقتي مجهزه البطاطس بتاعتي، مقشراها ومقطعاها كده حلقات. اهم حاجه بقى الحلقات ولا تخينه ولا رفيعه. انتي بصي حاولي تخليها وسط وكلها قد بعض، بتفرق جدا في تسويه البطاطس. وجبت كمان فلفل رومي قطعته كده حلقات. خدت بقى نص البصلايه اللي كان فايض من تتبيله الفراخ وهقلبه كده مع البطاطس والبصل بتاعي. الخطوه دي بتبقى جميله جدا وبتفرق جامد جدا في الصوص بتاع البطاطس مع الطماطم بالطريقه دي كده بالظبط. بعد كده هاخد بقى الفراخ بتاعتي اللي انا كنت متبلاها واحطها في التلاجة واحطها كده فوق صينيه البطاطس. عايزه اقولك ان هي بتبقى تكات كده وحاجات بسيطه خالص انت بتعمليها، بس في الاخر بتفرق جامد في الطعم وبتفرق جامد في صينيه البطاطس وبتدي نتيجه رهيبه الصراحه. الخطوة اللي جاية بقى حلوة قوي، بس لو لسه مكملة معايا الفيديو لغاية دلوقتي ما تنسيش تحط لايك للفيديو ونوريني بالاشتراك في القناة. دلوقتي بقى انا هجهز معايا الصوص بتاعها. هجهز عصير الطماطم. انا الطماطم بتاعتي بعملها الاول قبليها بديها غلوه وبحط عليها بنجر وبخزنها في الفريزر. عملتها معاكم كذا مره في فيديوهات في القناه. لو انت الطماطم بتاعتك هتجيبيها وهتعصريها على طول وحسيت ان هي مش حمرا، لونها كده مصفر شويه، يبقى تضيفي عليها معلقتين من الصلصه كده فوق صينيه البطاطس عشان تديها لون حلو. لكن انا الطماطم بتاعتي هي لونها حمرا وجميله. خلصت انا كده صينيه البطاطس بتاعتي. حطيت عليها حوالي معلقتين سمنه من فوق. التسويه بقى ليها طريقتين في التسويه. لو انت عايزه تسويها في الفرن هتغطي الصينيه بغطا محكم او بورق فويل وتحطيها في الفرن وبعد كده تستوي من تحت وبعد كده تاخد لون على الشوايه. لو انت عايزه تسويها من فوق البوتاجاز زي ما انا ما عملت كده، سويتها الاول من فوق البوتاجاز وبعد كده لما استوت حطيتها خدت لون على الشوايه. بس كده انا بحب طريقه التسويه ديت وبحس انها بتبقى سهله وجميله جدا معايا. وانتي بتسويها حاولي ان انتي ما تقلبيش على البطاطس خالص عشان البطاطسايه تطلع بالواحده بوحدتها كده بالطريقه دي زي ما هي طالعه كده اهوت، وما تكونش مكسره ولا مهريه. وفي نفس الوقت البطاطس بتطلع معاكي عجميه جميله جدا. بصوا بقى ده الصوص اللي انا بقول لكم عليه، بجد مطلعه صوص رهيب. جميله جدا البطاطس واخده تسويه حلوه جدا، طلع معاكي عجميه وفي نفس الوقت البطاطسايه مش متكسره، الواحده بوحدتها سليمه زي ما هي. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنسيش اللايك للفيديو والاشتراك في القناه وفعلي زر الجرس عشان توصلك كل يوم الوصفات اللي بننزلها.